ماما انا خلصت الواجب، الكلمه اللي بتسمعها في اليوم اكتر من 4000 مره، بس لما نيجي نبص في الكراسه هتلاقيه كتب اول سطر بس وراح يلعب شويه، وبعدها راح يبني برج بالمكعبات وقرر برضه يسيبه في نصه. تفتكري ايه المشكله؟ الاطفال اللي بيتنقلوا بسرعه من حاجه لحاجه وعندهم حماس في البدايه وشغف بس غالبا مش بيكملوا للاخر، دول عندهم مشكله في التخطيط والصبر. ده مش معناه ان هم مش اذكياء، بالعكس ده خيالهم واسع جدا وافكارهم كتير، لكن المشكله الحقيقيه ان هم مش بيعرفوا يركزوا على حاجه واحده بس للنهايه. وهنا بيجي دور البرمجه، لان هي بتساعد الطفل ان هو يشتغل على خطوات واضحه والمده طويله، وده بيساعده ان هو يركز في حاجات لمدد اطول حتى غير البرمجه. بيكتب الكود، يجربه وبيصححه لو في غلط، وده بيعلمهم ان مفيش حاجه في الحياه بتمشي من اول مره. البرمجه بتعلمهم ان اي حاجه في الحياه محتاجه وقت وتركيز عشان فعلا تطلع مظبوطه. متخيله ان ابنك يحس ان هو قدر يكتب كود بايديه وكمان يشوف النتيجه قدامه شغاله؟ هيكون عنده حافز ان هو يكمل ويخلص اي حاجه بيبداها بدل ما يسيبها في نصها كالعاده. لو حابه تشوفي ابنك وهو بيتعلم يركز ويخطط ويكمل اي حاجه بيبداها لحد النهايه، سجلي معانا في تيكا تك وخليه يكتشف قوه البرمجه في تنظيم افكاره وبناء مستقبله.